بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة تنحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم امين يا رب العالمين. ولو انت جديده عندي في القناه اتمنى القناه تعجبك المحتوى بتاعها، ويا ريت تعملي بقى تعملي اللايك، وما تنسيش تدوسي على زر الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. ولو انت من المتابعين برضو تعملي اللايك وتشوفي الحلقه للاخر وتشيري الفيديو عشان الكل يستفاد، وتدل على الخير كفاعله. ويا رب ما تنسوش اللايك كده، بذكركم علشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر قدر من المتابعين والمشاهدين. النهارده هنتكلم عن سورة قريش، سورة صغيرة زي ما انتم شايفين، من حوالي سطرين ونص، مش كام كلمة بس. طيب بتعمل ايه سورة قريش ديت؟ لو انت بينوبك نوبات خوف، في ناس كده بتبقى قاعده وتبص تلاقيها خايفه ان هي تبقى قاعده لوحدها، بتبقى خايفه ان النور يقطع عليها، بتبقى خايفه اعزكم الله من الامراض اللي حوالينا دلوقتي ان احنا بنسمع عنها، بيبقى خايفه ان هي يصيبها المرض. وخاصه يعني الاعلام المتوصي ولله الحمد، كل ما تفتحي التلفزيون تبصي تلاقي زلازل، تبصي تلاقي غلاء، تبصي تلاقي ده احنا البلد، لا ده هتجوع، ده البلد هتضيع، اي يعني المهم ان الصورة ديت بتحصنك وبتطمن قلبك وبتبعد عنك الخوف والقلق. يعني اي خوف ينتابك من اي شيء هتقري الصورة ديت بالطريقة اللي انا هقولك عليها دلوقتي، فهتحصنك وهتبعد عنك كل خوف وكل قلق وكل توتر. طب هتقريها ازاي؟ هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هتيجي عند وآمنهم من خوف هتكرريها 7 مرات، يعني هتقري السورة كلها وتيجي عند وآمنهم من خوف هتكرريها 7 مرات، وتصدقي وبإذن الله مش هينتابك أي خوف. ويا ريت تقريها كل يوم مرة كده قبل النوم، هتبصي تلاقي ان يعني حتى لو انت بينتابك توتر وقلق ويبقى عندك صعوبة في النوم، هتلاقي نفسك نمتي بيسر وسهولة وراحة بال. فمفيهاش حاجة ما تقرأيها قبل النوم، هتبصي تلاقيها تيسر لك أمورك وتمنع عنك أي خوف. أشوفكم في حلقة جاية بإذن الله، مع ألف سلامة.